لو عمرك ما عملت كحك دايب وناعم او شكله حلو وطعمه صفر، ده لانك ناسي خطوة واحدة بس. 90% من الكحك بيطلع ناشف و3% بيشقق والباقي شكله حلو وطعمه وحش. النهاردة هصلح لك كل ده في دقيقة، وهقول لك الغلطة اللي محدش بيحكي عنها. قبل ما نبدأ، الكحك الصح ما بيخمرش، ولو حد بيقول لك سيبه يخمر انساه. ببدأ ب7 كوبايات من الدقيق، بنخلهم كويس وبعايرهم بالكوباية مع ربع معلقة من الملح ومعلقة ونص بيكنج باودر ومعلقة ونص لبن بودر، ونقلبهم كويس. ده اساس القوام الصح. نص كيلو سمنة، 4 معالق منهم هقدحهم مع سمسم يتحمص، وأول ما يغلي على الدقيق مباشرة، والباقي هسيحه من غير تقديح. السمنة السخنة بتساوي القوام الرملي اللي بيفرق بين الكحك والعيش. الخطوة دي بقى هنا ايدك لازم تبقى هي الحكم. هتقلبه كويس مع نص معلقة ريحة الكحك ومحلب اختياري. هتبس العجينة 10 دقايق من غير عجن، دي أهم خطوة في الوصفة كلها. هنحتاج ربع كوباية من المية الدافية وعليهم معلقة سكر ومعلقة خميرة فورية، ونسيبهم على جنب الخميرة تخمر وتفور. هنا هنبس الكحك من غير عجن شوية تاني عبال ما الخميرة تجهز. أول ما الخميرة تفور ننزل بيها على العجينة مباشرة ونقلبها من غير عجن. اللي بيخلي الكحك تقيل عند ناس كتير إنهم بيعجنوا بعد الخميرة. أهم خطوة الاختبار. كور حتة، لو شرخت زود معلقة سمنة، ما شرختش أنت على الطريق الصح. بعد ما تتأكد، أهم سر عندي، هتضيف أقل من تلت كوب عصير بنجر، يديك لون دهبي نضيف وطراوة بسيطة وكمان صحي من غير ما نغير اللون. ونختبره تاني على صينية. ابدأ شكل الكحك بأشكال مختلفة، بس أهم حاجة كله يبقى نفس الحجم. أنا هنا استخدمت أي شكل موجود عندي في المطبخ، ممكن شبكة القلي، ممكن هراسة البطاطس، ممكن أي شكل. وطبعا في قوالب جاهزة. في نص الفرن على 180 درجة 15 دقيقة من تحت، آخر دقيقتين شواية خفيفة من فوق عشان اللون يطلع ويبرد، وسنة سكر بودرة عليه. واستنى عليه تاني يوم، هتلاقي طعمه أجمل وبقى أحلى 3 مرات. احفظ الفيديو واكتب لي عيد سعيد، وشاركه مع اللي بيبوظوا كل سنة.